لو قلت لك ان في مصريه هتقعد في السجن سنه كامله، مش سرقه ولا مخدرات ولا قتل، هي بس حاولت تحافظ وتربي عيالها. انا حسام حامد، مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. حنان ست بسيطه حياتها مربوطه بمركب صغيره، جوزها كان بيرزق منه في البحر وفجاه جوزها بيموت. هل تفتكر المشكله بقت الفقر؟ لا، المسلسل فتح ملف مسكوت عنه 70 سنه، قانون اسمه الوصايه على المال. القانون بيقول ايه؟ لو الراجل مات الام ملهاش اي حق تدير فلوس ولادها ولا اي ممتلكات باسم جوزها، حتى المركب الصغير مش بتاعها. القانون بيقول المركب تروح لولي الامر، يعني الجد او العم. وقبل ما اكمل، سؤالي هنا ليك: هل القانون ده عادل ولا محتاج يتعدل او يتشال من زمان؟ المهم هنا بدأت المعركة. حنان بعد جدال وعدم اقتناع تام باللي سمعته اتخنقت وقررت تاخد المركب وتهرب بيه. حنان بتدخل بالمركب مكان جوزها في عالم الصيد، مهنة الرجالة، وسط صيادين شايفين ان الست عار على المهنة، ولكن بتقابل تحرش، سرقة، استغلال، وكل رحلة صيد كانت مغامرة حياة أو موت. لكن التهديد الأكبر كان جاي من البر. أخو جوزها ما سكتش ورفع عليها قضية سرقة المركب. رجالة السوق اتلموا ضدها، مكائد وتهديدات، وحتى أقرب الناس ليها عم ربيع اتقتل وهو بيدافع عنها. والمشهد ده وجع ملايين، واللي بعده كان أسود. المركب اتحرق، وحنان في النهاية اتحكم عليها بالسجن سنة. القصة خلت ملايين يسألوا ازاي تتحول لمجرمة عشان بتحافظ على اولادها. المسلسل فتح نقاش ضخم جدا في مصر وقتها، وقضية الوصاية على المال بقت ترند، والناس اكتشفت ان في آلاف الستات عايشين نفس الجحيم اللي فيه حنان. ولكن في معجزة حصلت: الرئيس السيسي أصدر قرار بتعديل قانون الوصاية في مصر، وتحديدا وصاية الأم على أموال أبنائها بعد وفاة الأب. ووزارة العدل أعلنت رسميا مراجعة القانون. والدراما هنا لعبت دور مهم جدا لتحريك التشريع لأول مرة من سنين. المسلسل ده اتصور في مواقع حقيقية في دمياط، وكمان وسط صيادين حقيقيين، علشان الإحساس يكون واقعي 100%. والمفاجأة إن المسلسل ده مش خيال، دي تجربة حقيقية عاشتها مؤلفة المسلسل شيرين دياب، وولادها كانوا السبب في الفكرة دي. ولكن لحد النهاردة القانون لسه ما تعدلش ويتم مناقشته، والوصاية لسه بتروح للجد. وشيرين قالت: حاولت أنقل تجربتي علشان أوقف معاناة الست الأرملة والطفل اليتيم، وكفاية عليهم الفقر. وفي الآخر تحت الوصاية أثبت إن الفن مش مجرد ترفيه. بس نستنى نصبر شوية وكل حاجة هتبقى أحسن إن شاء الله يعني يا رب. الإنتاج لشركة سعدي جوهر، والتأليف للأساتذة خالد وشيرين دياب، والإخراج الأستاذ محمد شاكر خضير. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.